في الآونة الأخيرة أراد رئيس شركة تجارية في شينجيانغ من قومية الهان الصينية تقديم طلب لجوء سياسي في السويد، بحيث حاول تزوير أوراقه الشخصية على أنه من الإيغور، وطلب منه دفع 3 ملايين كرونة سويدية لشراء عقار وتقديم ضمانات سياسية، بحيث قامت الحكومة السويدية بفحص أوراقه وتم رفضها على الفور من قبل المتحدث الرسمي، وبذلك لم يستطع فعل أي شيء. وهذا الرجل هو مدير عام لشركة تجارية في أوروميتشي شينجيانغ، وقد حصلت أسرته على تأشيرة للسويد لمدة 2 عام بأوراق عمل مزيفة، ولضمان حصول الابن على الإقامة الدائمة في السويد قاموا بعمل أوراق زواج وهمية له. قامت شركة البترول الوطنية الصينية بشراء بئر غاز طبيعي جديد في تركمانستان، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ابتداء من عام 2019. وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوزباكستان وقرغيزستان على الحدود الحالية، فإن البلدين ستعملان على تبادل للأراضي، ووفقا للاتفاق ستتبادل أوزباكستان في المنطقة على الحدود مع كاراسو. وقد حدد قرار مجموعة العمل بين الحكومتين في قضية الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وحصل القرار على الدعم من المواطنين في البلدين. أعلنت تركيا في 15 من أغسطس أن الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بما في ذلك السيارات والكحول والتبغ قد تمت مضاعفتها. وقال نائب الرئيس التركي أوكتاي إنه بناء على مبدأ المعاملة بالمثل هذا هجوم مضاد ضد الاقتصاد الأمريكي المتعمد على تركيا. ووفقا لمرسوم أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشر في الصحيفة الرسمية، فقد ضاعفت تركيا الرسوم الجمركية على السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ بمعدلات ضرائب بلغت 120% و140% و60% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك تضاعفت الرسوم الجمركية على مستحضرات التجميل والأرز والفحم المستوردة من الولايات المتحدة. في 13 من أغسطس وقع الرئيس الأمريكي ترامب على قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2019، والذي يعزز قدرة الجيش وتحسين درجة الاستعداد القتالي، وقام بحظر استخدام أي مسؤول حكومي أي جهاز مصنع من قبل شركة ZTE وهواوي. أسفر هجوم انتحاري وقع في مركز تدريب في كابول بأفغانستان عن مقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة 67 آخرون. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية فإن مركز التدريب عبارة عن كلية تقدم دورات دراسية في الامتحانات الجامعية. وعند وقوع الهجوم كان هناك أكثر من 100 طالب ومعظم الضحايا من الطلاب، وقد قالت وزارة الصحة إن عدد الضحايا قد يزداد.